فربما بعض الشباب يموت فجأة ويكون السبب هو طعن هؤلاء الجن له. لماذا؟ غير متحصن. أبناؤنا لا يتحصنون، شبابنا لا يتعوذون، ما يقرؤون الأذكار، ما يقرؤون القرآن، ما يستعيذون بالرحمن جل وعلا. على هؤلاء الجن انتشر في مثل هذه الأيام تسلط الجن على الأبناء الصغار حتى يقتلونهم، وتسلط السحرة على أبناء صغار حتى سحروهم، وتسلط شياطين الجن والإنس بالعين وغير ذلك. العيون يا عباد الله من الجن كما هي من الإنس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عين الجان والإنسان. أنت السبب، لا تجعل أولادك يخرجون في هذا الوقت. كفهم، أذن المغرب أدخلهم بيوت الله جل وعلا، أدخلهم بيتك. المهم لا يكونوا في الشوارع ولا يكونوا في البيوت، لا يتأخرون. إذا ذهبوا لكرة القدم لماذا يتأخرون إلى بعد المغرب؟ هنا الشياطين يا عباد الله تنتشر، فيصرعون الصغير ويصرعون الولد ويؤذونه أذية عظيمة، وهذا معلوم ومجرب عند كثير من أبناء والبنات. ما يحصل لهم الصرع إلا في مثل هذه الأوقات التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خروج الأبناء والبنات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أباكم إبراهيم كان يعوذ إسماعيل وإسحاق، وإن أباكم إبراهيم كان يعوذ